السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. مساء الفل. النهاردة لما جم حبوا يدمروا المجتمعات وبالأخص المجتمع العربي، راح لأهم فرد وأهم جزء في العيلة، في الأسرة، في البيت. راح لمين؟ راح للأم. وقال لها إيه؟ قال لها إنك أكتر من إنك تبقي أم، إنت أكبر من كده بكتير. أم إيه؟ انزلي حققي ذاتك، انزلي عشان تاخدي مرتب وتجيبي اللي انت عايزاه وما تطلبيش من اي حد جنيه. انزلي، انت ربنا كرمك بالتعددية، فتقدري تديري شركة، تديري إدارة كبيرة، تقدري تبقي رئيس مجلس إدارة، تقدري تبقي مدير عام، تقدري تعملي. انزلي، سيبك من البيت. فوصلها ان هي تعمل ايه او تقول ايه؟ انا مش خدامة في البيت. اخدم ايه؟ اكنس وامسح ورب العيال واغسل مواعين واغسل هدوم، بقى اعمل اي حاجه في البيت؟ لا لا لا، انا هنزل احقق ذاتي. طب وبعدين حضرتك نزلت تحقق ذاتك وهو بينزل يشتغل، بس عمره ما قال انا خدام عندكم. الراجل لما بيروح بيته بدري شويه كده والدنيا جميله معاه، ممكن يخش المطبخ يلاقي طبقين في الحوض فيغسلهم. هو كده خدام في البيت؟ امهاتنا اللي هم طول عمرهم بربونا في البيت ما اشتغلوش، هم كده خدامين عندنا؟ يعني بقت خدامة عندي، بقت خدامة عند والدي. طب هو نزل يشتغل وانت نزلت اشتغلتي، مين اللي ربى العيال؟ فعرفوا دمروا الأسرة ازاي؟ خلوا اللي ربي العيال المربية، الدادة. و50% واكتر من المربيات دي مش عرب ومش مسلمين. فتخيل اللي بيربي ابني وبنتي مش مسلم اصلا او مش مسلمة اصلا، ولا تعليم دين ولا أسس تربية ولا أي حاجة. فوصل لك إنك لأ، التعديل اللي ربنا كرمك بيها دي إنك في بيتك تعملي كل حاجة. في ناس كتير أصلا هترفض كلامي، وبالأخص طبعا الستات، بس ده الصح. أنت ملكة، إزاي أطلب منه فلوس؟ لأ، حضرتك تطلب منه فلوس، ده مجبر إن هو يديكي فلوس، ومجبر إن هو يصرف عليك، ومجبر إن هو يجيب لك لبس ويديكي كل اللي أنت نفسك فيه. مجبر، لأنك الملكة بتاعت بيته. ربنا جعلك ملكة في البيت، جعلك ملكة في البيت. انت ملكة البيت ده، انت اللي حاطه الاسس بتاع البيت والتربية ومربية العيال. جوزك لما ينزل يشتغل ما قالش انا خدام عندكم، لا، هو ده مجبر عليه. ده شغلته في الحياة الأساسية، ان هو يجيب الفلوس ويصرف ويأكل ويشرب ويكبر بيك وفي طموح مع بعض. البيت جزئين، الجزء اللي هو بيعمله والجزء الأكبر اللي حضرتك بتعمليه. انت الملكة بتاعت البيت، فمن حقه يصرف عليك ومن حقه يعمل لك كل حاجة. ربنا عززك بالحجاب وعززك انك تبقي ملكة في بيتك، بس انت للأسف طلبتي غير كده، مش بمزاجك، بالحاجات اللي بتخش علينا من بره، واحنا بديها الفرصة اللي تخش علينا من بره. ازاي تقعدي في بيتك؟ انا مش خدامة، عمرك ما كنت خدامة وعمرك ما هتبقى خدامة. انت ملكة، ويا ريت تفضلي ملكة. جزاكم الله خيرا، متنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.